يا مساء الورد. اليوم بسوي معكم صينية الشاورما من الوصفات السهلة والسريعة واللذيذة وما تاخذ معكم وقت أبدا، وأكيد تعطيكم نتيجة طعم مرة لذيذ. الوصفة هذه مرة أنا بالنسبة لي عائلتي مرة يحبونها، فسويها بين كل فترة وفترة. خلينا نشوف كيف طريقتها. أول خطوة عندي في قدر صدور الدجاج، قطعتها بالشكل هذا مثل ما انتم شايفين، شرايح صغيرة أو مكعبات، التقطيع اللي انتم تفضلونها، وابدأ أحمسها من غير أي إضافات نهائيا لغاية ما تطلع مويتها. الموية مجرد ما تطلع هي اللي راح تخليه الدجاج عندي يستوي وتنشف الموية عندي كليا. بعد كذا أحط عندي البصل اللي أبغاه، واحط عليها شويه من الزيتون، وابدا احمسهم لغايه ما يذبل عندي البصل. بعد كده طبعا صديق الشاورما اكيد الثوم، ما في اي كلام. احط كميه من الثوم وكميه من التوابل واطبخهم مع بعض الى غايه ما يستوي الدجاج واطفي عليه. هنا اخر شيء ابدا احط عندي ملعقتين من الطحينه السائله، واحركهم اقلبهم مضبوط لغايه ما تتغلغل الطحينه في المكونات. أو علشان أخذ نكهة التبخيرة أو نكهة الفحم الموجودة في الشاورما، أحط عندي فحمة على شوية زيت وأغطي عليهم واتركها تتبل. تطلع الريحة خيال، مرة تطلع طعم الشاورما لذيذة بالتبخيرة. هنا عندي الصينية اللي راح استخدمها في الفرن، حطيت في أرضيتها شرايح من البطاطس المقلية مكعبات أو شرايح مثل ما تحبون، وحطيت فوق الدجاج. وهنا عندي الصوص، خلط كل المكونات على بعضها البعض وزيد عليها شوية موية وأخلطهم كلهم لغاية ما أحصل على القوام المطلوب. بعدها حطيت الصوص على صينية الدجاج اللي معانا بالكامل، وآخر شيء رشيت عليها جبن الموتزاريلا، ودخل الفرن مسبق التشغيل على درجة حرارة 180، بس تبدأ تتقمر شوية من تحت أشغل عليها من فوق وتكون معانا جاهزة ومستوية، ونقدمها. وقدمتها مع الخبز وهني وعافية.